المغربي امام المنتخب الكونغولي، مواجهه مفخخه يعتقد الكثيرون، وانا كنت اشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمنيات الجماهير في مواجهه المنتخب الكونغولي. اعتقد انهم مخطئون بخصوص هذا المنتخب الذي يملك اسماء شابه رائعه في كاس افريقيا الحاليه، ظهر بوجه طيب، لديه الكثير من المواهب الشابه، لذلك مواجهه المنتخب المغربي ستكون صعبه جدا امام المنتخب الكونغولي. والصراحه بيني وبينكم الشباب، الاعلام الجزائري عنده الصح في هذه القضيه هذه. المنتخب الكونغولي منتخب صعيب، وغادي يكون محك قوي للمنتخب المغربي المحليين. علاش؟ لان عندهم نفس التنقيط، 6 ديال النقاط. غتكون مباراة صعبة الشباب، انا متفق مع الاعلام الجزائري. عندما تلاقي منتخبا كبيرا المهمة صعبة، عندما تلاقي منتخبا يعني إن صح التعبير ضعيفا نوعا ما المهمة مفخخة. لا طبعا المغرب مع الإشارة أيضا إلى أن المنتخب الوطني يعني أصبح لا يمكنها، ليس له الخيار في المنافسين، بما أنه سقط المثال في الجولة في دورة مجموعات كأس أفريقيا، سقط وتعادل. لازم تدرس الفريق المنافس دراسة جيدة. ممكن المغرب مع فريق كبير تلقى اللي ريبير تاعك، تحس بالصعوبة، تركز أكثر، ممكن تربح بصعوبة ولكن مع فرق صغيرة تلقى صعوبات كثيره، اللقاءات تكون مفخخه. انا ما نقولكش كره القدم في افريقيا تطورت ولا ما كانش كاين فرق، سيفري ما كانش كاين فرق، ولكن الفرق الصغيره خدمت، ولكن الفرق الكبيره ماهيش بالمستوى الكبير، نزل المستوى تاعها وتلاقاو في واحد المكان في الوسط تقريبا. دوكا ما تقدرش تعرف الفريق الكبير، ما بانش. شفنا الفرق الصغيره الخصم الكونغولي خصنا نحترموه، هي سكيتيوي، حتى هما كيلعبوا على مباراة حاسمة للتأهل للدور المقبل. إذا غتكون المباراة صعيبة بزاف. طريق سكيتيوي كنقول لك من هاد الفيديو وجد وحضر اللاعبين مزيان تكتيكيا وذهنيا وكل شيء تكونوا واجدين. الاعلام الجزائري راه كيحضرك من دابا قبل ما تاخذ واحد 4-0 ولا 5 ولا 6. انا متفق مع الاعلام الجزائري. منتخب الكونغولي منتخب صعيب، الا ما عرفناش كيفاش نجيريو المباراة اسكيتيوي مشى التأهل في هذه المباراة الحاسمة غدا. كما شفتوا خليت لكم الصورة ديال التوقيت ديال المباراة. اذا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو الشباب، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وبغيت صراحة تخليونا الآراء ديالكم على مباراة المغرب والكونغو غدا. شكون اللي كتشوفوا غادي يفوز بهذه المباراة وياخذ البطاقة التأهل للدور الثاني؟ وخليونا يعني التوقعات ديالكم شحال غتسالي المباراة. انا غادي نقول لكم 4-0 المغرب ان شاء الله. يلا تهلاو، نشوفكم في فيديو جديد.